حاجات ما تعرفهاش عن فيلم اوشن 14. افتح بوقك يا بابا، اقفل بوقك يا بابا، نام يا بابا. بعد النجاح اللي حققته شخصيه طاعون في مسلسل دلع بنات، عمر متولي قرر يعمل الشخصيه دي في فيلم منفصل، حاجه كده شبه اللي حصلت للليمبي بعد فيلم الناظر، وراح للمنتج محمد السبكي عشان يعمل الفيلم، وقال له انا عايز اعمل فيلم بالشخصيه دي مع مجموعه من الشباب بتوع مسرح مصر اللي هو كان اسمه وقتها تياترو مصر. فمحمد السبكي قال له ايه تياترو مصر ده؟ قال له تعالى معايا وانا هوريك. هم راحوا وعجبوا جدا العرض واتبسط بيه، وبداوا التحضير للفيلم. الفيلم في البدايه كان هيبقى اسمه فريق الاحلام، شم جوهرات الفنانه احلام وكده، بعد كده سموه احلام طاعون لحد ما استقروا على اوشن 14 بين قوسين احلام طاعون. وعلي ربيع كان هيشارك في الفيلم لكنه ما شاركش بسبب انشغاله في فيلم حسن وبقلظ، فبيصوروا في نفس الوقت فشاركت في حسن وبقلظ. الفيلم نزل وكان اعلى فيلم في الموسم بتاعه، وكان بيحقق اعلى ايراد يومي وسط كل افلام الموسم. في الاخر حقق اكتر من 16 مليون جنيه. بالمناسبه فيلم حسن وبقلظ نزل بعده وحقق 11 مليون جنيه. في جزء تاني بيتحضر للفيلم بعنوان قراصنة الكاريبي، لكنه اتلغى بسبب ان السيناريو اتاخر. بس عمر متولي لما اتكلم عن الجزء التاني قال انه احلى من الاول بكتير وهيكون في ضحك اكتر. انا عايز اقول لك بقى ان قراصنة الكاريبي الجزء الجديد بتاع اوشن احنا الابطال اكتر. عايز اقول لك الفيلم ده قعدنا بتاع سنه ونص نكتبه، فانت متخيله انا متحمس وفرحان بيه وعايز انفذه قد ايه. وهنسرق مهرجة هندي شرباطه. بص بالعكس مش هحرق حاجه من كتر بقى الفيلم اصلا عندنا مشكله ان عايزين نشيل منه وقت من كتر ما هو مش عارفين نشيل حاجه من كتر الضحك. تخيلي بقى. فقولوا لي تحبوا تشوفوا جزء تاني من فيلم اوشن 14؟ تفتكروا هينجح نفس نجاح الجزء الاول؟ وبس كده.